النهارده مسابقة السباحة اللي داخلها سامر، ومع بدء المسابقة بدأت وردية الصبح في شركة مقاولات ACC اللي بتبني توسعات مستشفى 57 بتصميمات واستشارات أكبر بيوت الخبرة. وبدأ ماراثون الشيخ زايد اللي عائده بقى نواة نبني بيها أكاديمية 57 لتدريب وتدريس العلوم الطبية، الأكاديمية اللي بتكمل بيها عائلة الشيخ زايد مشوار دعمهم وعطائهم الكبير ل 57. وكل لحظة بيحتاج فيها سامر عزيمة للفوز كان بيفتكر عزيمته في رحلة علاجه في 57. ووصل ولاد 57 للكلية البحرية واللي قضوا يومهم فيها وسط أبطال مستقبل مصر وجيشها. واشتغل جهاز البيت سي تي اللي أهداه للمستشفى بنك CIB. واشتغل فريق 57 عن طريق المفاعل النووي اللي طورنا بيه مادتين خلونا نقدر نشوف السرطان من وهو خلية واحدة زي أورام المخ والكلى والبروستاتا. والجهاز ده متاح لكل المرضى من كل الأعمار. وتقدم سامر على كل زمايله وفتحت 57 قدام كل المصريين أحدث جهازين للعلاج الإشعاعي في الشرق الأوسط. ووصلت لأعلى معدلات مكافحة عدوى، ساهم في رفع نسبة الشفاء وتقليل مدة استخدام المرضى للسراير علشان غيرهم ياخد فرصته في الشفاء ونوفر ثمن المضادات الحيوية. وفاز سامر وأهدى ميداليته ل 57 اللي قضى فيها رحلة شفائه بفضل الله وبقت مصدر إلهامه وعزيمته. وحققت شركة ACC اللي بتبني توسعات 57 أعلى معدل ساعات عمل في أول خطوات شغلها في 57. مؤسسة مستشفى 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.